مدن بالتوك توك في سريلانكا. في سلسلة الفيديوهات دي هاخدكم معايا في سفرية حوالين 3 مدن بالتوك توك في سريلانكا. يلا بينا بقى. هنطلع جبال وهيقف بينا في مرة. هنروح مدينة بيعتبروها من أهم الأماكن لإنتاج الشاي في العالم. وهنطلع جبل محفور جواه مخالب أسد ومعابد محفورة في وسط الصخر. كل ده وإحنا معانا التوك توك بتاعنا. واهم حاجه هقول لكم ايه المشاكل اللي واجهتنا واحنا مأجرين التوك توك، ولو اصلا يستاهل تأجروه ولا لا. باي باي فيراري. سريلانكا اشهر بلد لتأجير التوك توك للسياح، والحلو فيها ان سعر تأجير التوك توك ممكن يبتدي من $14 في اليوم، وكمان الطرق مش زحمه قوي زي تايلاند وكمبوديا. ده غير ان سريلانكا عباره عن جزيره صغيره في وسط المحيط، فممكن تلفوها كلها في اسبوعين. واحنا خطتنا كانت ان احنا نلف 9 مدن في سريلانكا، 3 منهم هيكونوا بالتوك توك. ابتدينا رحلتنا من كولومبو ووصلنا توك توك رنتل. دلوقتي هنروح نستلم التوك توك بتاعنا، وعلي بقى هيتعلم ازاي يسوق توك توك مانيوال في سريلانكا. مستعده تبقى سواق توك توك؟ دي اشهر شركه بتأجر تكاتك لاي سياح في سريلانكا، وهحط لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف عشان تقدروا تشوفوا الاسعار والاوقات وكل حاجه. وكانوا مجهزين لنا التصريح المحلي اللي بنحتاجه عشان نسوق التوك توك. وفي الفيديو اللي جاي هعمل لكم بالتفصيل كل حاجه محتاجينها خطوه بخطوه علشان تأجروا التوك توك وتعملوا الابلكيشن. بس برضه هقول لكم ان انتوا عاده بتحتاجوا التصريح المحلي، وده حاجه التوك توك رنتل بتعملها لكم، وبتحتاجوا الانترناشونال لايسنس او الرخصه الدوليه بتاعتكم. هتدخلوا على الويب سايت اللي هحطه لكم في صندوق الوصف، بتملوا الابلكيشن بتاعه المواعيد وكل تفاصيل، وبعدها بتيجوا تاخدوا التصريح وتاخدوا التوك توك بتاعكم. وهناك بيقابلكم حد بيعلمكم كل حاجه عن التوك توك، من اول البنزين فين، الموتور، بتسوقوه ازاي. بيقعد معاكم ساعه كامله يعلمكم ويتاكد ان انتوا هتقدروا تطلعوا بالتوك توك لوحدكم. هناك التوك توك فيه نوعين، مانيوال وده بيكون فيه بنزين عادي، والكتريك وده بيكون اوتوماتيك. بس انصحكم تاخدوا المانيوال لانه للاسف الالكتريك مش بيكون فيه اماكن كتير تشحنوا فيها التوك توك. حاسس انك مستعد؟ يلا بينا. اول مدينه اتحركنا فيها هي نيجومبو، ودي اللي موجود فيها المقر الرئيسي بتاع توك توك رنتل، فهتاخدوا التوك توك وممكن تلفلفوا فيها شويه. هناك هتلاقوا في قرى وبيوت لمزارعين وصيادين، لان نيجومبو من اكبر الاماكن للصيد في سريلانكا. ومعلومه مهمه جدا لازم تعرفوها لو انتوا هتأجروا توك توك، انه التوك توك مش بيمشي على الطرق السريعه او الهاي واي، يبقى ليه طرق محدده، ودي برضو هيقولوا لكم عليها في الشركه. بس الحلاوه في الطرق دي ان انتوا بتدخلوا جوه الاماكن اللي الناس عايشه فيها وبتتفرجوا على حياتهم وبتشوفوا مناظر مش طبيعية. الخضار في آسيا بجد مختلف جدا، تحسوا اللون الأخضر بسبب المطرة والجو حاجة مختلفة خالص. وقررنا نقف ندي الكوكونات فرصة تانية عشان في الفيديو فات بتاع كولومبو بصراحة ما عجبتنيش خالص. Thank you. لذيذة قوي، هي ريفرشنج مود، بس صراحة كنت متوقعة تكون مسكرة أكتر من كده، عشان كل الناس كانوا بيقولوا إن الكوكونات السريلانكي بيكون مسكر أكتر من كده. بس يعني هي لذيذة في يوم حر كده، بقى نجرب نقطعها وناكلها. هو ايدك يا حاجه. الموضوع صعب قوي، خلاص مش مشكلة يا حاجة. شكلها كل من جوه قوي. دي يعني زي معلقة كده. ومعاها طعمها عامل زي الافوكادو، يعني بجد هو شبه الافوكادو قوي. ايه سو في السواقة؟ والله لا، سهله حتى الموضوع بسيط يعني. للأسف ما كانش عندنا وقت كتير نقعد في نيجومبو، لأننا كان قدامنا طريق 3 ساعات عشان نوصل لواحدة من أهم الأماكن التاريخية اللي موجودة في سريلانكا، وهي سجيريا. رجعت التوك توك عشان الدنيا بتنطط جامد قوي واتبردت قوي يا جماعة.
قعدنا في المطرة دي حوالي نص ساعة. لحد لما في الاخر الحمد لله وصلنا لسيجيريا، وكنا قاعدين في فندق خطير. اول ما دخلنا لقينا حد بيعزف لنا اغنية سريلانكية، والفندق ده هوريهولكم كله بس في اليوم التالت. سيجيريا منطقة ريفية بسيطة في مدينة دامبولا، وفيها واحدة من أهم المعالم التاريخية والسياحية في سريلانكا، وهي سيجيريا لاينز روك أو صخرة الأسد. وانتوا ماشيين هناك هتحسوا ان انتوا ماشيين في وسط غابة، وطالع من الأرض صخر لونه أسود. في القرن الخامس كان في ملك اسمه كشايبة، كان في الوقت ده خايف جدا من أخوه اللي كان عايز ياخد الحكم منه، فقرر يعمل قصر فوق صخرة في وسط الغابة علشان محدش يعرف يوصله، وبنى المدخل بتاع القصر بتاعه ده على شكل رجلين أسد علشان يخوف أي عدو. صخرة الأسد بتعتبر واحدة من أهم معالم اليونسكو، ومتقسمة لجزئين، الرويال جاردنز وده المكان اللي هتدخلوا فيه في الأول، واللي مليان بحيرات وفي شوية تماسيح وسحالي. البين ساين بقى إنه في الليكس دي يكون في تماسيح، احنا هنا وهم هنا وتمام. ومنطقة القصر الملكي اللي بتحتاجوا تطلعوا لها حوالي 1200 سلمة أو 6 أدوار. ووصلنا. خطيرة يا جماعة، سيجيريا روك لازم تيجوا. حلوة قوي، هي مش صعبة قوي على فكرة، هي بس زحمة شوية، بس تحفة. بصوا المنظر بجد. بتعملي هنا؟ اسمك ايه؟ ازاي طلعت هنا طيب؟ مولود انت هنا ولا مولود فين؟ قول لنا كده، بتعمل ايه هنا لوحدك كده في المكان ده؟ وبصراحة المكان ده كان يمكن من أغلى الأماكن اللي دفعتها في سريلانكا، كان ب$35 للشخص، والتذكرة دي بتدخلكوا الصخرة نفسها وكمان المتحف اللي جوه اللي بيتكلم عن قصة صخرة الأسد. وبعدها رجعنا على طول على الفندق، وتعالوا أوريكم الفندق ده بسرعة لأنه بصراحة كان خطير، وكان حرفيا 5 دقايق مشي من صخرة الأسد. الفندق ده اسمه إيكو، وهو اول فندق اتعمل في قريه سيجيريا. بصراحه هناك كان صعب قوي نلاقي فندق كويس، بالذات لانكم حرفيا قاعدين في وسط غابه، فمش هتلاقوا خدمات قوي او مطاعم كتير. الاكل عندهم كان خطير، بيكون فيه اوبن بوفيه او ممكن تطلبوا من المنيو بتاعتهم، وعندهم واحد من احلى البولز اللي شفتها في حياتي. حرفيا هتحسوا ان انتوا نازلين في وسط الغابه، وهتشوفوا قرود من حواليكم في كل حته. بجد كانت اكسبيرينس تحفه. سيجيريا موجوده في اخر مدينه دامبولا، وهناك موجود واحد من اهم معابد اللي موجوده في سريلانكا كلها، وهي الدامبولا تمبل. فاخدنا التوك توك بتاعنا وتحركنا على هناك على طول. في القرن الاول قبل الميلاد كان في ملك اسمه فالجامبا، هرب من الغزاة واستخبى في الكهوف دي لمده 15 سنه، ولما رجع للعرش بتاعه قرر ان هو يساعد الرهبان اللي موجودين في الكهوف دي، فبنى لهم واحد من اجمل المعابد اللي ممكن تشوفوها في حياتكم. اول حاجه هتشوفها هناك هو التمثال الذهبي، والحاجه المبهره جدا هو التمثال اللي تحتيه على طول اللي شبه بق اسد مفتوح، وجنب المعبد على طول هتلاقي صف طويل مليان تماثيل لرهبان ماشيين ورا بعض وكلهم ماسكين اطباق اكل، ودول بيعتبروا تلاميذ بوذا. وبعدها هتطلعوا فوق الجبل عشان توصلوا لمعبد ال5 كهوف. اكبر كهف فيهم واكتر واحد كان مبهر هو الكهف التاني واسمه مهراجا فيهارا، وهناك هتلاقوا تمثال لبوذا وهو نايم وطوله 14 متر. في حاجة بقى مهمة جدا لازم تاخدوا بالكم وانتوا في المعابد اللي في سريلانكا، انه ما ينفعش ابدا تاخدوا سيلفي وتدوا ظهركم لاي تماثيل من دول، لانهم بيعتبروا ان دي حاجة زي قلة احترام. وكمان طبعا لازم تتأكدوا ان انتوا لابسين لبس مناسب، البنات تكون مغطية رجلها وكتفها، والرجالة لازم تكون مغطية رجلها. في هنا مكان لو عايزين تلبسوا حاجة تسيبوا جزامكم هنا وتمشوا بالشراب، وسعر التذكرة 3000 روبي أو $10 للشخص. ودي كانت آخر رحلتنا في سيجيريا، وفي الفيديو اللي جاي هنوصل تالت وآخر مدينة لينا بالتوك توك، وهي إلا اللي فيها بيزرعوا واحد من أنقى وأحسن شاي في العالم. هنعمل زيب لاين وهيحصل حاجات كتيرة قوي، فأهم حاجة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب، وأشوفكم في المغامرة اللي جاية.